صباح الخير عليكم. نهار جديد ووصفة جديدة كما العادة. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم ميني بيتزا بزاف هايله خفيفه من اروع ما يكون. بسم الله، شوفوا معي المكونات. هنايا عندي حوالي مغرفه كبيره ديال السكر عادي، مغرفه كبيره ديال خميره الخبز، عندي مغرفه كبيره حليب بودره، خميره الحلويات، عندي حبه بيضاء، كاس تحليب دافي، فرينه، وبيان سور عندي الملح، وعندي مغرفه كبيره ديال لا مارغرين. بالنسبه لهاد لاباط جو بونس وليتو تعرفوها، هادي بزاف هايله. تاني حليب بودره ماشي شرط في هاد الوصفه، انا باك نحب نزيدها، هذا ما كان. نرمي السكر الخميره وحليب بودره. نخدم الخميره كيما تعودت عليا، نخليها حوالي 10 دقائق باش نرجع ليها. نخليكم تشوفوا هذا المقطع ونرجع لكم. وهنايا بعد ما جازو 10 دقايق الخميرة راهي واجدة بعد ما خدمتها. هنا نسيت ما قلتلكمش، دوك نزيد في المكونات 5 مغارف كبار تاع الزيت. فوالا، انا بالك درت 4، 3، 4. مي بصح شوفوا 4 ولا 5، انايا كنت صايمة هنايا باينة. مداريا ندير 5، دوك هنايا درت 4، 5 ولا 4 كيف كيف، باسكو لا مارغرينا تخدم خدمتها. هنا نرمي هذيك الحبة تاع بيض، بيان سور تكون بدرجة حرارة الكوزينة، ما تكونش باردة. ديما المخبوزات كلش سخون يعني دافي. نزيد هنايا حوالي مغرفة صغيرة ديال خميرة الحلويات. انا هنايا درت عيني ميزاني باسكو نخدمها بزاف هاد لاباط، مي بصح نتوما ديروا مغرفة صغيرة. ندير الفارينة، صفيوها. دوك نرمي تاني الملح. شوفوا البنات، هاد لاباط بداوها عالزوج وخلوها، دوك نفهمكم، راني رايحه معكم وحده بوحده. نزيد هنايا الملح. علاش قلت لكم بداوها عالزوج؟ باسكو كل ما تخمر تكسروا لها الخمير، تخمر تكسروا لها الخمير، راح تتحصلوا على واحد لاباط تهبل. هنايا شفتوني زدت الملح، نزيد الفارينه، لا مارغرين هذيك. فوالا، انا في الشتا جامي ندير لا مارغرين في الفريجيدير، توجور نديرها غير في الخزانه تاع الكوزينه، على بها تكون طريه بدرجه حراره الكوزينه. هنايا خلاص. بيان سور اللي عندها البيتخا راح يعاونها. في رمضان وليت نصحصح. مليح البيتخا يساعد، عم كل يوم تعجني بزاف تاني. فوالا، شوفوا الله يبارك. نعجنها واحد 2 دقائق، نعطيها شويه طريحه تكون واجده معايا. خليكم تشوفوا. لاباط ديالي هنايا راهي واجده، نخليها تخمر للمره الاولى، فهمتوا؟ واللي راهي مزروبه تخليها تخمر غير مره. هنايا بعد ما خمرت لي الله يبارك راح نكسلها التخمير ونزيد نخليها تخمر للمره الثانيه. خليكم تشوفوا. نعاود نغطيها ونخليها. قلت لكم بزاف على هاد لاباط. هنايا بعد ما زدت خليتها، شوفوا الله يبارك، ما شاء الله. نعطيها بوكس كيما العاده. انا حبيت برك نوري لكم العجينه تاع البيتزا ولا ميني بيتزا ولا المملحات كيفاش تكون من الداخل. لا، شوفوا كيفاش راهي مقطعه، تقول فيها خطوط. شوفوا الله يبارك، هنايا راكم تشوفوا هاد الخطوط. هنا تعرفوا بلي لاباط بزاف هايله. نقسمها، نخدم غير بعقلي. فوالا. وبالنسبه لهاد لاباط الله يبارك راح تخرج لكم، لو كان نقول لكم اكثر من 25 حبه، باسكو هاد لاباط ما تمنوهاش حتى ولا تحلوها رقيقه في الكوشه راح تزيد تتنفخ. يما لا اعرفوا كيفاش تحلوا لاباط ديالكم، مش رقيقه رقيقه، مي بصح رقيقه. قلت لكم لاباط ما تمنوهاش، هي هايله وكلش، مي بصح لازم لازم تعرفوا كيفاش تحلوها، هذا ما كان. تاني جيت نقول لكم، راحت لي. إيه، حتى وإلا حبيتو زعما ديروا نوع واحد آخر من المملحات تقدروا، معناتها ديروا شوية ميني بيتزا
شويه كرواسون محشيه بالفرماج ولا، وهي رايحه باش تنوعوا شويه باش تكلخوا لهم في الدار. هذا ما كان. وهنايا كإضافة بنينة حكمت حوالي 2 مغارف كبار ديال كريمة بطوش، كريمة سائلة، زدت لها شوية حليب، مي بصح لازم تخلوا القوام تاعها شوية ثقيلة، ما تخفوهاش بزاف. العجينة ديالي شفتوني كيفاش طبعتها، وعاودوا حلوها بيديكم في قصنيوة، ما تمنوهاش قلت لكم، حلوها حلوها. هنايا درت لاصوص طوماط بالنسبة لهاد الوصفة خدمتها معاكم ديجا، المهم نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. جاز الطيارة يا ربي. ان شاء الله نطيروا. ان شاء الله تحويسه معليش لالا. هنايا كان عندي شويه فيونداشي، زدت له الملح وشويه تاع رشه تاع فلفل اسود، ندير هكذا زعما تزيين، تجيكم واحد الميني بيتزا تهبل. تاني راح نرمي عليها هذيك لاصوص بلونش تاع لا كريم ليكيد. عماك هادو الصوالح يبننوا، ما تتصوروش شحال يزيدوا البنه في الحاجه اللي ما عندهاش نورمال، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تزيدوا لها غير شويه فرماج وخلاص. نكمل كامل. بالنسبه لاكويزينيير انا شعلتها من قبل، الصنيوه هذه نديرها في الوسطاني، نشعلها من التحت كي يطيبوا من التحت، نشعلها من الفوق باش يذوب هذاك الفرماج. انا هنا استعملت نابولي، هو مليح يعني يسلك ما نكذبوش، الحاجه تجي بنينه، تجي بزاف كيفاش يقولوا الفرماج شويه سايح، راكم فاهمين. فوالا راح تشوفوها وجده معايا. المهم انا نخليها طيب ونتلاقى بكم. البنات وصلنا لنهاية الفيديو. هذه هي الوصفة تاعنا اليوم، كانت وصفة بزاف خفيفة بنينة، البنة تاعها ما شاء الله، جربوها يا البنات على ضمانتي. المهم شنو نقول لكم، تلاقاو في فيديو اخر، صحة فطوركم صحة سحوركم، دعوة خير، سلام.